أكبر نقطة ضعف في البني آدم هي ظهره. لو خصمك هاجمك من ظهرك فأنت ما عندكش أي أطراف تقدر إنها تدافع عنك. ما تقدرش تضربه وما تقدرش تزقه بسهولة. فالنهاردة أنا هتكلم عن إزاي لو خصمك حاول إن هو ياخد دبل ليج تقدر إن أنت تسبرول، يعني تبعد رجليك عنه، وإزاي تتحكم تحكم كويس بظهره، وإزاي لو هو حاول يقف بيك أو يوقعك تقلبه وتبقى أنت المسيطر. خلي بالك إن دي الحتة اللي بتوصل ما بين المصارعة والجوجيتسو. وللاسف اللي بيبقى بيفهم في الجوجيتسو مبيبقاش فاهم في المصارعه، واللي بيفهم في المصارعه مبيبقاش فاهم في الجوجيتسو. فانت بتحتاج تجمع المعلومه من مصدرين مختلفين. في الفيديو ده هوصل لك ما بين العلمين دول بسهوله، بحيث ان انت تبقى فاهم المفروض تتعامل ازاي من غير ما تتلخبط. من غير ما اطول عليك، يلا بينا نبدا. يا جماعه الجوجيتسو له 4 اهداف. اوكي، 4. 1 اوقع خصمي. 2 لما بوقع خصمي بيتحصر على الارض. لو انت واقف كده، لو اسماعيل واقف قدامي وانا بلعبه، اقدر ان انا سوينج. يعني ايه سوينج؟ يعني اخد عزم من اي اتجاه واقوم ضارب راوند كيك مثلا. ده بيحصل ليه؟ عشان عندي مساحه الف بوست لورا وبعد كده اخش فيه، صح؟ واضرب. لما بتقع على الارض ما بيبقاش عندك المومنتوم او السبيس دي، لان انت ظهرك بقى عامل زي اللي في الحيطه. لو انت جربت ان انت تلعب مع واحد وانت ظهرك عامل كده، ده زي بالظبط البني ادم اللي نايم، بس فوق ده كله في جاذبيه بتشدك لهنا. على الاقل هنا انا مفيش جاذبيه بتشدني، لكن لما ببقى ظهري في الارض الجاذبيه بتشدني لتحت وبتشد الخصم بتاعي فوقي. فهو مش محتاج ان هو يبذل مجهود كبير قد ما هو انت واقف. فانا بوقع خصمي على الارض عشان احصره في الارض، عشان ما يبقاش عنده حته ياخد منها عزم ان هو يضرب منها، ما يبقاش عارف ان هو يطلع طاقه متفجره بسهوله والكلام ده كله. هل انا واضح؟ مفهومه؟ ده اول هدف للجوجيتسو. تاني هدف، نعمل كده على ظهرك. تاني هدف هو دايما ان انا اعدي رجليه، لان رجليه هي اقوى عضلات في جسمه. سهله، رجليك هي اللي شايلك طول النهار. بعد ما بعدي رجليه وباخد زاويه عليه عشان اهاجمه، ببتدي ان انا احطه في بوزيشنز اقدر اتحكم منه فيها. احسن بوزيشن فيهم كلهم هو من ظهره. واصله؟ الظهر هو المكان الوحيد اللي اطرافك الاربعه ما يعرفوش يدافعوا عنه. مش هتعرف تضرب واحد بوكس من ورا كده، اخرك تعمل له كده بس. لكن ما عندكش القدره ان انت تحارب واحد من ظهرك. فانا النهارده عايز اتكلم على ازاي بنتحكم في الظهر بتاع البني ادم. هو هيبقى عايز ايه لما تفهم الخطوات الاساسيه دي؟ هو هيبقى عايز ايه عشان يدافع عن نفسه؟ هو هدفه ايه؟ وهكذا. فرضا البني ادم اللي قدامي عمل اول واكتر واحده معتاده جدا في الحياه، الا وهي الدبل ليج. نزل ومسك رجلي من هنا وابتدى يوقعني. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابعد رجلي دي عنه، فابتدي ان انا احط دراعي عند كتفه من هنا، ودراعي التاني ممكن يجي عند وسطه، ممكن يجي قدام رجله، اي حاجه تساعدني ان انا ابعده كده. بس انا مش ببعد بدراعاتي بس، انا عايز ابعد رجلي عنه. فهو اول ما بيخش عليا ويبتدي يضغط عليا من هنا، انا بقوم نازل برجلي لورا، بعمل حاجه اسمها سبرولينج. تمام؟ عشان نتمرن عليها بالراحه خالص، انا عايز زميلي ينزل عليا بالراحه زي ما اسماعيل بيعمل معايا كده بالظبط. بص، ينزل بالراحه من هنا، بحط دراعي قدام الكتف، دراعي التاني قدام الفخده او عند الجسم، بس يستحسن من عند الفخده من هنا لان انا ممكن ازقها من كده من هنا. وهعمل ايه؟ لازم يبقى عندي كده زي قفزه ثقه كده، بسيب صدري ينزل عليه وبرجع برجليا لورا وبعمل كده. لو انت فكرت لثانيه ان انت رجليك دي تفضل تحتيك، ده معناه ان انت مش هتنزله، لان اللي بيخليه ينزل كده وزني اللي بيترمي عليه. طول ما رجليا شايله الوزن ده وتحتيه كده مفيش حاجه. فانا عايزك بس يبقى عندك الثقه دي، اللي هو انا هحط دراعاتي كده بالراحه وهقوم مره واحده عامل قالب الوضع بتاع الضغط، واسيب وزني ينزل عليه من هنا. لو اسماعيل حاول ان هو يرفع دماغه من هنا مش سهل، وزني عليه. هل انا واضح في الحته دي؟ تمام؟ اول ما بننزل ده بوزيشن اسمه فرونت هيد لوك، ده اللي احنا هنبتدي نتكلم عنه بعد كده. اوكي؟ خلوا بالكم، ركبي تحتيه وزني مش على اسماعيل، ركبي بعيد عني وزني على اسماعيل. منطقي؟ حلو؟ فاحنا عايزين بس نبراكتس، نتعود على الحته بتاعت الثقه دي، ان انا اسيب وزني بس على البني ادم، واثق ان انا مش هتعور، لان انا اصلا صدري لازق في ظهره، فمش هيحصل حاجه، والارض طريه مش هيحصل لك حاجه. اوكي؟ اي اسئله؟ بدنا مع بعض، يلا ايديكم معايا هنسقف 1 2 يلا. في ناس بتسالني دلوقتي هو احنا المفروض بنخنقه ولا لا؟ لا، ما بتخنقوش. انا دلوقتي ممكن تخنقه، انا ما بقولش انه غلط انك تخنقه، بس انا بتكلم على حاجه واحده بس، ان انت بتسبرول عليه عشان تعمل حاجه ثانيه.
وانس ان انا نزلته، لا انزل. وانس ان انا نزلته من هنا، احنا قلنا شباب، وانس ان انا نزلته من هنا، احنا قلنا ان ايه اهم وضع انا عايز اوصل له؟ ظهره، صح؟ انا كده مش واخد ظهره لسه. انا مش واخد ظهره لسه، صح؟ طيب عشان اخد ظهره ابتدي ان انا اعمل ايه؟ واحد، لازم اقف من على ركبي. شايفين انا واقف على ركبي ازاي؟ وزني على ركبي. مشكله، انا لازم اول حاجه اعملها ان انا هبتدي ابقى بالمنظر ده عليه، واقف على طراطيف صوابعي. شايف هو مضطر ان هو يحط ايديه في الارض، وهي دي المصلحه الاساسيه بتاعتي. تاني مشكله، انا عايز الف له، عايز الف كده وابتدي اجي لظهره. ده الهدف بتاعي. بس في ازمه صغيره بتجيلي كل ما بحاول اعمل كده، الا وهي دراعه. الدراع ده، ارجع تاني كده، ايوه. انا من هنا وهلف لظهره. اول ما هبتدي الف لظهره برجلي تلاقي دراعه ماسك رجلي، وقام ابتدى يتحرك عليا، يقبل عليا، وبعد كده يمسك الرجل الثانيه وينزلني واقع. فانا لازم احل مشكله الدراع ده. هنا تيجي لازمه ايديا. ما ينفعش ان انت تمسك بدراعاتك وتحاول ان انت تلف وانت مش عارف تستخدم دراعاتك دي في ايه. مهمة صدري ان هو يبقى النقطة بتاعت المنتصف بتاعت البرجل. عارف البرجل لما بيتحط في النص ويلف؟ هي نفس الفكرة. صدري في النص. مهمة دراعي ان هو يمسك الكوع ده الاول، بس حتى لو مسك الكوع ده مش هحل المشكلة، وانا بلف هيقدر ان هو يقفشني. فانا عايز استخدم الدراع ده عشان يبصي لي الدراع ده. تعال كده، ايوه. انا هعدي من هنا وانا ماسك الدراع ده، واول ما ابتدي اوصل للناحيه دي هقوم قالب دراعي التاني. بص كده، بص ازاي. عايز اجي من هنا امسك الكوع تاني، من هنا ايدي بس حاسه بالكوع فين، دراعي التاني يقوم جاي انا مش ماسك بكفي اي حاجه، انا حاطط ظهر ايدي بس. واحد، كفي بص لبره، بحيث ان انا وانا بتحرك يمنع دراعه ان هو يمنعني او يمسك رجلي. ومن هنا احط ايدي حوالين وسطه وابتدي ان انا اشتغل. تمام؟ صدري هو اللي وزني كله عليه، ورجليا بس بتوجه. فلف كده زي اكني بتزحلق. ما تحاولش، هتلاقي نفسك بتعمل لي كده، تحط رجلك تحتيك وتاخد خطوه في خطوه في خطوه، هتحس انك مشلول، وهتلاقي دماغك بتترفع لان انت شايل وزنك على رجليك، يوم هو قايم منك على طول. حاجه كمان، عايز تعرف انت حاطط وزنك عليه ولا لا؟ قول له ارفع راسك وقف. ارفع راسك وقف. ارفع راسك وقف. اللي حصل الوزن اتشال من على ظهره واتحط على رجلي. انا بحط وزني على ظهره عشان ما يعرفش يرفع راسه ويقف. فلازم تكون قادر ان انت ارفع راسك. دي المهمه بتاعت دراع صدري. المهمه الثانيه، واحد، قوم داخل على ظهره. تمام؟ استوعبنا؟ تمام؟ اي اسئله؟ حد عايز يشوفها تاني؟ قشطه؟ طيب يلا ايديكم معايا. 1 2. انا شايفكم بتعملوا ايه؟ بينزل يمسك وسطك، تمام؟ تقوم انت واقف فيها ثانيه، 1 2 3، وتقوم عامل كده. مفيش مشكله، انا بعمل كده عشان بالراحه. بس في اللايف، في التمرين الحقيقي انت مش هتعمل كده. انت اول ما تشوفه بينزل على طول، انزل على طول. انا لازم مستنيه على طول هنا. انا بستقبله على طول، وهو داخل عليا انا بكون نازل على طول ورامي رجليا ومآمن ان انا هنزل فوق عادي. فيها كده حته كده اللي هو ليب اوف فيث. انت مؤمن ان الرياكشن ده هيتعمل. بلعب مع واحد نازل على طول رامي نفسي كده. تمام؟ فده هدفك. مش صح انك تعملها، مش ده اللي بيحصل. مش بتمسكه وبعد كده ترمي. بس احنا عشان بس نعود الماسل ميموري بتاعتك انها تشتغل كويس. تمام؟ خلاص؟ طيب نزلنا بقى تحت ووصلنا للبوزيشن بتاعنا، قمنا جايين وواصلين لهنا. هو عايز يعمل ايه؟
يديفند ازاي؟ ليه؟ عشان ما يبقاش مديني ظهره. يبقى على الاقل عنده لما يتقلب على جنبه هنا مثلا، بص يبقى عنده دراعه ورجله وبتاع، والدنيا تبتدي ترفص وتزق، وكوع يقدر يخش عند رقبتي من هنا، تقدر ان هو يبتدي يبعدني. كل الاطراف بتاعته ابتدت تتوجه لي لما انام على جنبه، صح؟ انا عايز ايه؟ الزق في ظهره مهما لف. سيت بيلت ده جزء منها. ايوه. اول ما انا وصلت للباك بتاع خصمي من هنا، انا عايز اول حاجه اقوى اطراف فيا تتحكم فيه. رجليا تتحكم فيه. عشان تتحكم فيه بندخلها بهوكات. ايه الهوكات عامله ازاي؟ شايفين المساحه اللي ما بين رجليه دي، ما بين وسطه؟ بدخل فيها رجليا الاثنين، فانا من هنا بقوم جاي من وراه 1 2. لو انا جيت من هنا انا مش هقعد اتفرج عليه كده، لان هو لو لف هيقوم رازع دماغي في الارض. بقوم نازل مدخل دراعاتي حوالين ظهره. لو لف يمين وشمال من هنا، لف يا باشا. مين لازق في ظهره؟ لف كمان تاني بقى في الاتجاه العكس. شايفين الهوكات دي؟ لزقني فيه وهو بيلف، لزقني في وسطه وهو بيلف، صح يا رغاي؟ تمام؟ الهوكات دي مهمتها انها تلزقني فيه. دراعاتي حضناه عشان الزق ظهري، صدري في ظهره. واصله؟ يبقى انا دايما اول ما بلاقي المساحه دي وانا واخد ظهره، هدفي عامه هو ان انا اقوم جاي من ظهره هنا 1 2، وبعد كده ابتدي ان انا اقوم موطي وحاضن ظهره. لف مني في اي اتجاه، لف يا باشا. الهوكات دي بتلزقني فيه. واصله؟ ومن هنا هقدر ان انا ابتدي ادور على ان انا اخنقه او ان انا اعمل اي حاجه تانيه. اوكي؟ طيب هو لما انا بدخل هوكاتي دي بيعمل ايه؟ ممكن يحاول يشيلها، يتقلب، ممكن يحاول. لو يتقلب لفين؟ لو هو اتقلب هفضل لازق وراه. بالظبط. المصارعين عارفين ان في حاجه اسمها 4 بوينت. 4 بوينت ده بوزيشن انت كده ضعيف، لان انت ركبك وايديك على الارض. وانس ان انت قمت حاطط ايديك في الارض وقمت رافع ركبك واقف بالمنظر ده بقى اسمه 4 بوينت، 4 نقط. ده بيخلي البني ادم يتزحلق من فوقك. فانا لو هنا وقاعد فوق ظهر اسماعيل وماسكه من هنا وابتدى ان هو يقف 4 بوينت، شايف انا دماغي اتمرجحت، لقيت ان انا اتزحلق وقعت انا. حتى لو انت كويس هيفضل يتورك حرفيا تك 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 لغايه ما تلاقي نفسك اتسلت ووقعت حرفيا. ساعات بنعمل بالحركه دي ميمز، يعني فيديوهات وبتاع، تلاقي واحد قاعد بيعمل لك تك تك كده والتاني بيتزحلق، تقول هو ايه اللي مش شمال ده، فاهم؟ فانا عايز ايه؟ انا عايز ان الطرفين دي تمرينه ليك انت وهو في نفس الوقت. انت اول حاجه هتتعود على الهوكات بس 1 2 وقوم نازل لازق هنا. هو التمرينه بتاعته ان هو يبتدي يحط ايديه في الارض ويبتدي يقف على 4 بوينت. شايف انا اتزحلقت ازاي لفين؟ هنتعلم ازاي نقلبه اللي بعديه. واضحه؟ على حد بيتفرج على MMA UFC؟ عارفين حد فاكر ماتش كامارو اوسمان وحمزات؟ لو تفتكروا انا هفكركم. حمزات شمايف وكامارو اوسمان اللي هو النيجيري ده. حمزات واخد الباك بتاع كامارو. لا مش نيجيري. نيجيريا يا عم. برايد اوف نيجيريا. حمزات فضل واخد ظهر كامارو اوسمان لغايه ما كامارو اوسمان قام عامل كده وقام مزحلق حمزات لتحت، وبعد كده طلع في اخر راوند. فاللي فعلا استحمل حمزات هو ان هو كان بيقف على 4 بوينت ويبتدي ان هو يقوم مدلدق حمزات لتحت ويوقعه. اوكي؟ فدي تمرينه ليكم انتوا الاثنين، كل واحد له مهمه. الاولاني اللي واخد الظهر يدخل هوكاته ويحضن الظهر. الثاني يقوم قايم على 4 بوينت. معلومه صغيره، ال4 بوينت مش عامله زي الظهر، مش عامله زي الضغط. لو انت حاولت انك تعمل اطلع على كده، لو انت حاولت انك تعمل ال4 بوينت على اساس انها بص ركبك ورجليك بعاد عن بعض بتلعب بيه ضغط، دي مصيبه. كده انت مش هتوقع حد يا حبيبي، انت كده مستوي. حط ايديك تحتيك اكتر حاجه وقرب رجليك من بعض وابتدي اقف. شايف انا قريب من بعض بايديا ورجليا ازاي؟ بحيث ان انا ابقى زحليقه لتحت، لكن مش كده.
تمام كده انت مستوي كده قشطه. تمرين لطيفه لليونه دي، هتتعودوا عليها شويه بشويه، جسمكم هيتعود عليها. في الاول بتبقى صعبه بس تتعودوا. اوكي، اي اسئله؟ حد عايز يشوفها تاني؟ ايديكم معايا 1 2 يلا. لو انت ما بتعرفش تتحكم في ظهر خصمك او ما بتعرفش ازاي تخنق، احنا محتاجين نتكلم. اقوى وضع تهاجم منه خصمك هو ظهره. اكتر نسبه اخضاعات في تاريخ الام ام اي والجوجيتسو عامه هي الخنق من الظهر. فلو انت ما بتعرفش ازاي تربطه من ظهره بحيث ان هو ما يعرفش يدافع عن رقبته، ازاي تمنعه من الهروب، او ازاي تخنقه بدراعين او بدراع واحد، فانا عامل كورس عشان تحل المشكله دي للابد. بشرح لك فيه اهم طرق للتحكم، ازاي تمنعه من الهروب، ازاي تخنقه صح من غير ما تحرق دراعاتك، وحتى لو انت مش قادر ان انت تخنقه ومش عارف تخنقه ازاي تاخده هجمات على الدراعات من الظهر زي الارم بار والترينجل المعكوسه. اعرف ان انت لو مش عارف تستخدم اقوى زاويه للهجوم واللي هي الظهر، فده اهدار كبير جدا لفرصك للفوز في القتال. فلو مهتم هتلاقي رقمي في الديسكريبشن، ابعت لي رساله على واتساب وانا هبعت لك كل التفاصيل. حاليا انا فاضل لي 25 مكان بس في الحجز ده عشان اقدر ان انا اجاوب على اسئله الناس اللي بتتعلم. ما اطولش عليك، يلا بينا نكمل. شباب في حاجات انا شايفها محتاجين ان احنا نستوعبها ونبقى فاهمينها. اول حاجه كوتش، هو انا لو خنقته على طول وكسبت يبقى ده معناه ان البوزيشن ده مش شغال يا رغاي؟ ها؟ سؤال جاوبوني. هل انا ممكن اخنقه من هنا صح؟ شغال بس هو ما عملش ديفنس كويس. هل الديفنس يضمن ان عمر ما اللي بيهاجم بيكسب؟ الرقبه كده كده لو اتكشفت خلاص تمام، بس انت عندك فرصه. لا بلاش ابوظ المايك دلوقتي. انت عندك فرصه بتعمل 4 بوينت حتى لو انا ماسك رقبتك قافلها، فك رجليا. عندك فرصه حتى لو انت قافل القفله ان انت تلف وتوقعه، لكن ما عندكش فرصه وانت قاعد مستنيه كده. هل انا واضح؟ يعني لو انت قاعد، لو اسماعيل قاعد وانا قاعد بخنقه من هنا وهو قاعد مستنيني كده وبيفكر بيدعي ربنا بس، مش هيوصل لحاجه. لكن لما يبتدي ان هو يقوم يعمل 4 بوينت بقى عنده فرصه احسن. لو فك رجليا من هنا ممكن يهرب منها ونسبه ان هو يخسر اقل بكتير. فالبني ادمين اللي بيستنوا انتظار سلبي وما بيحاولوش ان هم يحلوا المشكله بيخسروا اكتر بكتير قوي من البني ادمين اللي بيشتغلوا على التكنيكات اللي احنا بننصح بيها عشان هي بتشتغل كتير قوي. وكل ما انت تقدم كل ما هتلاقي التكنيك بتاعك بيشتغل احسن. حاجه كمان كوتش، انا مش حاسس ان انا عارف ادخل الهوكات بتاعتي، مش بلحق ادخلها. هو مش هعرف اخد الوقت الكافي ان انا اجي من هنا واحل المشكله دي، وساعات ممكن يكون قافل كيعان وبتاع. احنا لسه في اول حصه في البيجنرز رجاله، تمام؟ اعتبر كده ان انت بيبي صغير لسه بيزحف. انا ما قلتلكش الحاجات اللي هنقعد نضخها لك كمعلومات بعد كده. انا مش عايز اديلك التفاصيل دي دلوقتي عشان انت مخك هيطلع دخان، بس معلمك لسه تاتا نقف اهو. لو هو قافل كيعان يا بابا هتفك، تبتدي تفتح من هنا، تبتدي تشتغل، تخش لحاجه تانية خالص. انا مش عايز ادخلك في القصص دي، ممكن؟ فادي لنفسك الفرصه، بالذات لو انت بتبتدي، بالذات لو انت في اول 6 شهور ليك، ان انت تاخد الدنيا كده بالراحه. انت لازم تفضل تبقى جسمك اصلا متعود على كل الهبل اللي احنا بنعمله ده. انا بقول لك اصلا بتقف على صدرك على ظهر خصمك من العبط اللي احنا بنعمله ده اصلا. انا بقى دلوقتي البني ادم ده طلع بيا 4 بوينت وانا عايز اقلبه. اطلع بيا 4 بوينت يا باشا. انا من هنا اعمل ايه؟ من هنا بص يا باشا، بس عشان نعرف نبوز. من هنا انا دلوقتي لسه رجليا هوكات. اول ما وسطه بيرفع بيا بقوم عامل كوعي كده كأني هلعب باي، بقوم حاطه عند قفاه من فوق مش من تحت، وبخلي كفي لفوق، وبقوم معدي دراعي من تحت كوعه وقافل دي كده. دي اسمها هاف نيلسون. تعالوا هوريها لكم بوزيشن تاني. اديني هوك واحد بس. ده منظر من المناظر اللي احنا بنستخدم فيها الهاف نيلسون. من هنا لو عايز اقلبه، مش عايزه يقف بيا ويوقعني مثلا، بقوم حاطط ايدي كده اكني بلعب باي على قفاه، بس مش من تحت، مش من عند رقبته، لكن من عند الجمجمه. دراعي التاني بيعدي من تحت باطه وبيمسكوا في صوابع بعض. ولاحظ ان ربنا خلق لنا الساعد ده يعرف يبقى مرن، مواش عامل كده ومخشب عادي. رفعت ايدي دي عشان تمسك في دي. ومن هنا كل اللي انا هعمله ان انا بكوعي ده
بضغط دماغه لتحت واقلبه. ده انا عامله فوق واحد بس عشان تشوفوه. في الواقع اول ما بيبتدي ان هو يقوم بقوم عامل التكنيك على طول وابتدي اشتغل. الماسكه تاني الف يعني؟ حاضر. اللي بيحصل دراعي اكني بلعب باي بالساعد مش بسن الكوع، انا مش بوجعه، انا بحط عظمه دي عند الكراون بتاع الجمجمه، التاج، الحته بتاعت التاج دي، مش القفا. القفا ما بيساعدنيش، اسهل حته تقلب بيها الدماغ هي دي من فوق. دراعي التاني بيخش من تحت باطه وبمسك صوابعي في بعض. مش لازم اتنشن دراعاتي، بس لازم صوابعي بس يبقوا ماسكين في بعض كده. من هنا بفتح كويل فوق واقوم ضاغط وبكمل لغايه ما القلبه تحصل. ففي الواقع بعملها بسرعه، متعود عليها. اول ما هو بيبتدي يقوم اشتغل. اوكي، اعملوها بالراحه الاول، اعملوها بوك واحد بس، خليك بالعرض كده. افتح الرجل، اعملوها بهوك واحد بس الاول. دخل هوك واحد، حط دراعك صح وامسك، افتح كوعك، خلي البني ادم يتقلب كده. دي بتخلي البني ادم يتقلب من غير ما يزحلقني. اشتغل من هنا. ايه يا باشا؟ ما هو عادي بقى، مش هنخش في التفاصيل دي. ممكن اقفل عليه حاجه اسمها بودي تراينجل واكمل نفس التكنيك تاني، مش ازمه. قشطه قشطه. شفنا الماسكه عامله ازاي؟ هي بس ماسكه وضغطه بس. اهم حاجه بالنسبه لي ان دراعك ده يبقى عامل زي اللي بيشحت كده او بيلعب باي. انت ما بتلعبش باي كده صح؟ بتلعب باي كده، فاقلبه كده، امسك الدراع التاني فيه صوابع، افتح كوعك واضغط دماغه لتحت. فكرتها كلها انها بتخليه يسجد بزياده، فاهم؟ خليه دماغه تعمل كده فيتقلب. اوكي، دي اسمها هاف نيلسون، نص نيلسون تقريبا. نيلسون ده اللي اخترعها، معرفش. تمام؟ اي اسئله؟ بس دي اخر حاجه ناخدها وبعد كده نقعد نلعب مع بعض بقى. اي اسئله؟ ايديكم معايا؟ 1 2 يلا.